اعمل ايه لفراخي علشان تبيض باستمرار وما تقطعش بيض؟ انا عايزه اعلى انتاج من الفراخ بتاعتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد. ناس كتيره قوي من اللي عايزه تعمل مشروع فراخ او اصلا عندها فراخ، كل اللي يهمها انها وطبعا كلنا كل اللي يهمنا ان احنا ناخد اقصى عدد من البيض من الفراخ بتاعتنا عشان المشروع بتاعك يكون ناجح ويكون فعلا انتاج الفراخ بتاعك يستاهل ان انت تعبك والفلوس اللي بتصرفيها عليه. اولا ناس كتيرة برضو بتسأل النسبة الصح اللي المفروض الفراخ تبيضها كل يوم. بتختلف حسب عمر الفراخ وحسب نوعية الفراخ، طبعا ده اكيد. الطريقة او العدد المثالي او اللي هي يعني بتبقى فيها 100 من 90% ل95%. يعني لو عندي 10 فرخات المفروض يجيبولي من 9 ل8 بيضات، اقل حاجة 7 بيضات. اقل من كده يبقى في حاجة غلط ويبقى انا بخسر. اقل من 7 بيضات يعني 6 بيضات، لو حصلت مرة او يوم او يومين ماشي، انما لو كل يوم واستمروا على كده وبدأوا في الانخفاض يبقى انا عندي حاجة غلط لازم اصلحها. قبل ما اعمل الفراخ بتاعتي وقبل ما استنى منها اشوفها يعني هتجيب فلوس ولا لا او هتجيب انتاج، انا لازم اختار النوع الصح من الفراخ اللي تبيض. عايزه افضل نوع لانتاج البيض اكتبي لي في التعليقات، احط لك الرابط عشان انا عايزه الفيديو، عايزه حاجات كتيره ومعلومات كتيره قوي اقولها في الفيديو ده، فمش عايزاه يطول قوي. يبقى انا عايزه نوع كويس بتاع الفراخ. جبت انا نوع كويس قوي الحمد لله وبياضه وتمام وزي الفل. ايه بقى الجدول اللي امشي عليه علشان الفراخ بتاعتي تنتج لي بيض كويس؟ اكتبي، هاتي ورقه وقلم بقى يا ست الكل واكتبي ورايا. اول حاجه واول يوم هنبدا يوم 1 في الشهر اهوت، او ايا كان بقى اليوم، الاول حاجه احط اهم حاجه شوربه ديدان. وبرضو مع الجدول ده هقولك على حاجات اساسيه في الاكل وحاجات في العلف لازم نعملها. يبقى اول حاجه شوربه ديدان اليوم الاول، تمام كده. احطها واكررها كل 15 يوم، تمام. اليوم التاني بصي انا هقولك على مشروبين في اليوم، يعني حاجه الصبح وحاجه اخر النهار. انا لو حطيت شوربه للفراخ بتاعتي الصبح، يعني اخر النهار المفروض ان انا احط اما زبادي، تمام، او خميره. ليه؟ لان الشوربه قويه وبتاخد كل الفطريات معاها، فانا محتاجه ارجع الخلايا البكتيريه او البكتيريا النافعه جوه معده الفرخ تاني. يبقى اول حاجه اول يوم شوربه الصبح، اخر النهار يا معلقه زبادي يا معلقه خميره على الميه. تاني حاجه تاني يوم هحط بقى للفراخ بتاعتي يومين فيتامين ألف د 3 اهي، ألف د 3 اهي لمدة يومين. يبقى يوم التالت والتاني والتالت فيتامين ألف د 3 اهي، يوم التاني والتالت فيتامين ألف د 3 اهي. ده امتى؟ الصبح. آخر النهار أنا هحط لهم ايه كمان مرة؟ زبادي أو خميرة. خلاص كده. اليوم الرابع والخامس الجدول ده عشان حبايبي اللي طلبوه، وعلى فكرة مش واحد بس، لا في 3 4 كده او كذا حد يعني سبحان الله اتجمعوا مع بعض وكله عمال يقول لي انا عايز جدول للفراخ اللي بتبيض. اليوم الرابع واليوم الخامس هحط هاء سيلينيوم، تمام، الصبح. هحط اخر النهار، انا دلوقتي حطيت كام يوم زبادي او خميرة؟ حطيت 3 ايام، احط كمان يوم زبادي او خميره. ماشي كده، ما كترش الميه علشان يشربوها ويخلصوها علشان ما تبوظش قدامهم. اليوم السادس واليوم السابع هحط ليهم ثنائي فوسفات الصوديوم، تمام. هنا بقى انا حطيت 3 ايام خميره او زبادي، فانا لازم بعديهم احط كالسيمات بشري، هي اسمها كده كالسيمات بشري. بحط كبسولة على 3 لتر مية. خلاص كده. وثنائي فوسفات الصوديوم بجيبه من عند البيطري، بحط معلقة على 3 أو 2 لتر مية، على 2 لتر مية. حطيته لمدة يومين اهو، السادس والسابع، تمام كده. اليوم الثامن واليوم التاسع هعمل مشروب حلبة مغلية، ماشي، أو الوصفات الكتيرة قوي اللي احنا بنعملها دي للفراخ. اي مشروب او اي وصفة من الوصفات اللي انا بنزلها على القناة واللي بقولك عليها ديت حلوة، هنعملها لمدة يومين
للفراخ بتاعتنا، وهنكمل الكالسيمات علشان تبقى 3 ايام. تمام كده. اليوم العاشر وال11 هنعمل مشروب خل. مهم قوي الخل. هحط خل الصبح، وهحط قرص فلاجيل على 3 لتر مية لمدة يومين برضو للفراخ بتاعتي كوقاية، مش علاج، كوقاية، يومين بس. وهحط الخل 3 ايام ورا بعض. يبقى انا بحط الصبح خل وبحط اخر النهار فلاجيل. العاشر وال11. اليوم ال12 وال13 وال14 كمان. تمام. هبدأ بقى ان انا احط في الايام دي مية بيضة، مش هحط فيها اي حاجة خالص. هدي الفراخ كده راحة علشان خاطر كتر الادوية وكتر الحاجات، حتى لو خلطات، حتى لو اعشاب، كتر الحاجات دي مهما كان بيبقى مش كويس. اي حاجة كتر منها بتضر، فاحنا نعمل الحاجة بشكل معتدل وكويس. مش عايزة الناس تكتر من اي حاجة من الحاجات اللي انا قلتها دي ولا تبالغ فيها. طبعا ال3 ايام دول احنا نحط فيهم مية عادية، والايام اللي قلتلك نعمل فيها مشروب ده كل مرة تعملي مشروب مختلف زي ما بقولك وزي ما بنعمل كتير على القناة مشروبات وحاجات. طبعا في حاجات انا ما قلتهاش لسه، حاجات اساسية برضو مهمة زي دي 3F. ده اساسي جدا جدا جدا، فممكن انا ابدله. يعني اكتبي بقى دلوقتي زي ما كتبتي ورايا كده مع الكالسيمات، مرة احط كالسيمات ومرة احط دي 3F. هايل 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 في كل حاجة، ما شاء الله، يعني الله اكبر عليه. كمان الثنائي فوسفات الصوديوم ممكن ابدله مع الدي بيزك. الدي بيزك ده بنجيبه من عند البيطري، والثنائي فوسفات الصوديوم برضو من عند البيطري. بس الدي بيزك انا بفضل ان انا احطه على الاكل. وهنا هنيجي النقطة المهمة جدا جدا، وهي الاكل. ايه نوعية الاكل اللي انا لازم اكله للفراخ بتاعتي علشان اضمن ان الفراخ ما شاء الله تبيض كويس، ويبقى كده تغذي تغذية كاملة، وكمان يوفر لي، يعني ابقى عندي توفير في الاكل. يعني انا مش عايزة ااكل الفراخ مثلا ب1000 جنيه وهي بتدخل لي 500 جنيه، يبقى انا كده خسرانة 500 جنيه. فلازم اعمل اكل يكون اقتصادي. طبعا اللي ما يعرفش بدائل العلف البياض اللي احنا عاملينه اكتب لي في التعليقات، قولي لي عايزه البدائل العلف البياض، وانا هكتب لي، انا هحط لك رابط. افكار ممتازه جدا جدا وهايله جدا لتاكيل الفراخ بتاعتك، هتجيب معاكي نتائج ممتازه. كمان في خلطه ناشفه موفره برضو اكتبي لي في التعليقات وانا هحط لك الرابط بتاعها. خلطه اقتصاديه جدا جدا، هتوفر معاكي وما شاء الله. يعني مش بتاعت سنة ولا 2 مجربينها، لا، من 10 ويمكن 15 سنة وانا ماشية عليها. الله اكبر عليها، ما بتأثرش، بالعكس بتأثر بشكل ايجابي مش بشكل سلبي في زيادة انتاج البيض حتى لو عندك 1000 فرخة. حاجة مهمة برضو كلمتكم عنها قبل كده، هي ان انا اظبط مواعيد الاكل للفراخ. ما يبقاش الاكل قدامهم باستمرار، مش بكتر الاكل، مش بكتر العلف. اي حاجة احطها ما احطش منها كتير، احط منها بالمعقول عشان الفراخ ما تكرهاش.